مساء الخير عليكم. انا ريم الانصاري ودي بودكاست في عالم موازي. في البودكاست دي دايما بيكون معانا شخصيه قدرت تحقق توازن في حياتها وتوصل لمرحله من النجاح والشهره في مجالها. ومن خلال البودكاست دي بنعيش معاهم نقاشات وافكار من عالم موازي. ليه عالم موازي؟ عشان ده عالم ما فيهوش اقنعه. بنحاول نكشف الشخصيه الحقيقيه للضيف اللي معانا. الديزاينرز كتير قوي على الساحه واغلبهم بيكونوا ماشيين على وتيره واحده. لكن ضيفتي النهارده من الناس اللي اشتغلت على نفسها وقدرت ان هي تعمل اسم في عالم الازياء، مش بس على مستوى مصر، لا على مستوى العالم. هي متواجده في فعاليات في باريس، في لوس انجلوس، في نيويورك، في امستردام. ضيفتي النهارده هي صاحبه براند تمرازة، الفاشن ديزاينر والبزنس وومن والانتربرنور فريده تمرازة. هاي، ازيك يا فريده؟ كريم، عامله ايه؟ مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. ميرسي والله، يتشرف ليا. ثانك يو. بصي، انا عارفه كمان ان انت احد السفراء بتاعه مبادره سفراء مصر، او كلنا سفراء لمصر. كلنا سفراء مصر بتاعه وزاره الخارجيه. عايزاكي بس تديني كده نبذه قبل ما نبدا عن رحلتك ومشوارك. عايزه اعرف ايه دي او بصي يا ريم، والله انا من اول ما ابتديت، وده يمكن الناس عارفه دي الجمله، اللي انا على طول في استمراريه بقالي اكتر من 13 14 سنه من اول ما ابتديت، ان انا ابتديت بحلم اني عايزه ارجع مصر خريطه الموضه العالميه. مصر طول عمرها هي اساس السيفلايزيشن والملابس والحلي والجمال وكل حاجه. ده كان حلمي. ومن ساعه ما ابتديت وانا مشيت على خطوات ان انا اخلي تمرازة تبقى واجهه المشرفه لمصر، بتمثل مصر في محافل دوليه وفي اسابيع موضه عالميه. فسعيت واشتغلت وقدمت على حوالي 120 اسبوع موضه حول العالم، واتقبلت، وكنت اول مصممه ازياء مصريه تشارك في اسبوع الموضه في لندن وفي باريس، وكسبنا جايزه، وفي لوس انجلوس وفي نيويورك. ده لحد ما خدنا لقب من وزارة الخارجية في حملة كلنا سفراء لمصر، اللي هي المبادرة. وكان شرف ليا كبير جدا، لأنه اوريدي دي كانت الميشن بتاعتي، ده اللي أنا كنت اوريدي بتحرك فيه. فلما جالي ريكوجنيشن ده حسيت إنه أول مرة مصر تريكوجنايز efforts، مجهودات ليها علاقة بالأزياء. دي معناها إن مجهودات تمرازة متشافة، مجهوداتي متشافة. فكان شرف ليا كبير. فخدت بقى الموضوع بجدية أكتر، بقيت أروح بقى leadership programs ما بين مثلا مصر وأمريكا وهولندا ولبنان والكويت، وأمثل مصر في بلاد مختلفة. والصراحة إحساسها يعني هي حاجة كبيرة. عشان كده لازم كل يوم يبقى فيه إتقان، فيه شغف، فيه احترافية في الشغل، لأنه بس مش بتكلم باسمي، بس بتكلم بحاجة أكبر مني بكتير. اللي هي دايما الواحد لما حلمه بيبقى أكبر من مجرد نفسه، اوكي، لما الحلم بيبقى أكبر وبيبقى أشمل، بيبقى ليه معنى تاني وبيبقى ليه إحساس تاني. زي ما انت قلتي كلمة شغف دي بيخلي دايما عندك شغف، لانه الشغف احنا كلنا عارفين ان انت ممكن تبقى عندك شغف في وقت من الاوقات وبعدين يروح ويجي. الشغف متغير شويه. ايوه طبعا، ما هو دايما بيروح، كل حاجه متغيره وفي ليها ابس اند داونز. شغف طبعا ساعات بيبقى موجود عالي جدا وساعات بيبقى واطي، بس المهم بقى زي ما ابتديتي في اول الحلقه، انه ازاي نقدر نبالانس، وازاي اقدر استخدم حتى لو الشغف بتاعي واطي في مصلحه ان انا اريح افكاري مثلا. يعني في برضو اكتيفيتيز او اكسرسايزز كتيره بنعملها. اوقات الواحد بيحتاج ان هو الداون تايم ده اللي هو ايه، ان انت تعمليش حاجه، صح، عشان تقدري بعد كده تعملي حاجات عظيمه وحاجات وحاجات أقوى. احنا كلنا بصراحه. انا شخصيا بتابعك من زمان وفخوره جدا بشغلك على نفسك وانجازك واستمراريتك، وده المهم بالنسبه لي دايما في النجاح. لان سهل الواحد ينجح مره، بس مش سهل ان هو يبقى ناجح على طول. هي دي اصعب حاجه، الاستمراريه. وبشكرك يعني ان انت يعني خدتي بالك من الموضوع ده، لانه كتير جدا يعني تمرازة حتى طلعت في ميديا كتير، واول فاشن شو لينا في باريس، وبعديها رحنا 6 7 مرات. اول فاشن شو لينا في نيويورك، وبعديها رحنا كذا مره وخدنا جوائز كتير برضو هناك. فالاستمراريه مش اول مره هي اللي صعبه، لا، هي الاستمراريه طبعا. انك كل سنه تبقى بتروح مرتين في السنه
بتمثل بلدك بطريقه ما واخرى وبتتكلم باسم بلدك، دي حاجه تانية. طبعا. وانه ثانك يو يعني انك لاحظتيها، لانها بقى لنا 13 14 سنه شغالين برافو. عليها جامد. طب انا عايزه اتعرف اكتر بقى على فريده. اوكي، فخليني اخدك في المحاور بتاعه التوازن بتاعتنا اللي هي بيزد على كتابي الاخير، وخلينا نبدا بالافكار. اوكي. عايزاكي تقولي لي انت، انا بحس الفاشن ديزاين ده فن، وفن يعني مبدع جدا جدا جدا. انت مش مجرد بيزنس وومن، انت من المبدعين. ف ايه هو بقى العالم الموازي بتاعك؟ بتروحي فين عشان تقدري تطلعي بافكار جديده، عشان تقدري احكي لي كده، احكي لي انت بتخلقي اشياء جديده او بتروحي في اماكن جديده ازاي؟ بصي يعني هي الافكار، كلمه الافكار دي بالنسبه لي انا بحس انها one of the reasons، او هي احدى الاسباب لتواجدي لشغلي، لانه دي احلى بروسيس بتحصل لي. بحس ان انا اكن عارفه بتغذي روحك، بتغسلي عينك، يعني في كده بتبقى بروسيس بالنسبه لي حاجه يعني ربنا كده يدينا طول عمرنا ان احنا يبقى دايما عندنا افكار. بس انا مثلا بصحي افكاري دايما بالنيتشر، الطبيعه. الطبيعه بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا. يعني انا دايما يقولوا لي فريده يعني البحر. انا احب البحر، احب اتفرج. يعني ربنا سبحان الله يعني بجد خلق الحاجه بطريقه لما تبصي عليها بتقولي ازاي. يعني انا مره عملت كولكشن اسمها شي سيز. انا دايما تمرازه، انا في الحاجات اللي انا دايما برسمها في الديزاينز اللي بعملها لازم تبقى قصه، لازم تبقى حته مني، حاجه موقف عديت بيه، حاجه نفسي اقولها عشان تبقى حقيقيه. ما هي دي. انا بس بقول انه ديزايننج هي دي الطريقه اللي انا بعرف اعبر بيها نفسي انا كفريده. فانا الافكار هي دي الطريقه اللي انا بعرف اعبر. انا ساعات بعد ما بعمل ديزاينز ساعات ممكن مثلا تلاقيني بعيط من كتر ما انا حاسه ان انا كنت في بتحسي انت كنت في معركه، فاهمه قصدي؟ وتفيلز ولاده. بالظبط، ولاده اكني بطلع حاجه. لا بالنسبه لي الافكار اللي عملت كولكشن اسمها شي سيز، يعني هي بتشوف وهي البحر في السمر، في الصيف. كانت عباره عن رحلتي لما رحت دهب. كنت رحت انا وجوزي دهب. كنت بقى عايزه اعمل سنوركلينج اول مره اروح دهب، ونزلت بصيت تحت. انا كنت واقفه في الميه عادي على رجلي، رحت نازله بالنضاره تحت الميه. اول ما طلعت اتخضيت عالم. فاي ديسايدد ان انا اعمل. فعشان كده بقول لك كل حاجه انا عملتها هي حته مني. عشان كده ساعات ببقى متمسكه بفساتيني شويه. ايوه طبعا، انا عارفه ده كويس جدا على فكره. انا ساعات لما بكتب كتاب وبعدين اخلصه في الاخر بزعل انه خلص. ليه خلص؟ فلا انا متفهمه دون وانا فاهمه. وحته الخلق دي لما بتخش فيها الطبيعه بتبقى جميله جدا، بتبقى ممتعه. هي بصي احلى حاجات. يعني حتى جايلي فتره كنت I got inspired من الحيوانات. لانه برضو في سبحان الله في حاجات مخلوقه عينها بطريقه مختلفه، لون، الوان. يعني بقول لك شفت اسماك بالوان مختلفه، الستارز، النجوم. ساعات في اوقات معينه لما بيكون الفول مون القمر لا في حاجات هي الحاجات ديت. ساعات مره عملت فستان استوحى من كورد التليفون. يعني مش لازم برضو نيتشر، طبيعه. يعني انا حاجات حواليكي. بس انا اكتر افكار بتجيلي لما بكون حوالين. مبدئيا بحب الصيف، زي الرمل، البحر، الشمس. ده بالنسبه لي بينسباير، بيديكي الهام وطاقه. طبعا. طيب انت رحلتك ما شاء الله طويله، مش قصيره في المجال بتاعك. عرفتي ايه عن نفسك جديد بقى؟ يعني ايه اللي اتعلمتيه عن نفسك او فاجئتي نفسك قلتي ايه ده؟ انا بعرف اعمل كذا، او انا ما بعرفش اعمل كذا، او سيبك من بعرف او ما بعرفش. ايه الحاجه الجديده اللي في رحلتك عرفتيها عن نفسك، اكتشفتيها في نفسك؟ الصبر. الصبر مهم جدا. كنتش متخيله يا ريم بجد ان انا ممكن ابقى يعني هو ما بيتحصلش في يوم ولا في ليله انك تجري ورا حلم ان انا اكون عايزه ارجع مصر خريطه الموضه العالميه. لا طبعا ده حلم كبير. ستيب باي ستيب. ولازم كل ستيب تطلعيه لفوق تبقى رجلك اللي تحت ثابته صح.
عشان ما تطلعيش كروته، ما تطلعيش كده تقعي مره واحده، لازم تطلعي. فلقيت نفسي بعمل اركايف لكولكشن انا عاملاها من 2013، عشان ميبي وان داي، يوم من الايام، تبقى تبقى زي السينيه براندز اللي موجوده في جميع انحاء العالم، في باريس مثلا، ويجي ديزاينر ويكمل المشوار والرحله. والنهارده انت يعني عندك برفيوم الجديده بتاعتك، مبروك اولا. الله يبارك فيك. يعني انا حاسه كده لما شفتها، حسيتها كده ديور كده، حسيتها عارفه يعني، حسيتها بجد حلوه ومشرفه. انا ما شميتهاش بصراحه لا يعني لازم، لسه، لا ده هتشميها بس النهارده. اوكي حلو. بس شكلها كده والبرزنتيشن بتاعها بجد عجبني. عجبني ان انت حاطه لنفسك ستاندرد عالي. يعني انت مش انت احلامك، يعني زي ما انت قلتي في الاول وانا بكررها، انت احلامك كبيره، مش صغيره. وانا بحترم جدا جدا الناس اللي ما بتخافش من الاحلام الكبيره. فهنروح دلوقتي بقى للقلب ونتكلم على المخاوف. بتخافي من ايه بقى؟ بما انك ما بتخافيش من الاحلام الكبيره، او ايه المخاوف اللي قدرتي تتغلبي عليها؟ ان انا في ساعات انا بحب قوي ابقى مرتبه قوي واورجنايز وبعمل بلان ايه وبلان بي. دايما مخاوفي ايه اللي انا مش عارفاه، ايه اللي ممكن يحصل انا ما بقاش جاهزه له. لانه خلي بالك انك تروحي تعملي فاشن شو مش مره. الحمد لله احنا عملنا مثلا دلوقتي مثلا بتاع 12 مره. فانك كل مره تروحي تبقي جاهزه، انت من غير بقى تيم ال بقى الباترونيست والخياطين بتوعك اللي هم لو حصل اي حاجه، اللي هم يعني يعني تسلم ايديهم طبعا دول. فانا هناك مسافره، ممكن الموديل تتخن عن الموديل كارد اللي هي بعتتها لي. ايوه ممكن في حاجات تفاصيل كتيره انا ما ببقاش يعني اللي هو ايه اللي ممكن يحصل. فانا دايما ببقى دايما حاطه بلان اي وبلان بي. الامرجنسي مود ده متعب قوي طبعا، ستريس جدا. يعني، قلق ده اللي انا بقى بحاول اتعلمه دلوقتي يا ريم، اللي هو احاول ان انا ارفع الامرجنسي مود لما اكون محتاجاها، مش على طول. مش لازم على طول ابقى فاين تو ريلاكس شويه. ما هو ده اللي احنا، دي الحاجات اللي انت بتتعلميها في رحلتك بقى. تقعي مره وتتضايقي مره وتتعبي مره، وبعدين بتقولي لا، ما انا مش هفضل كده على طول. عشان اقدر استمر لازم يبقى عندي مهارات وحاجات اتقنها واتعلمها عشان اقدر اكمل. بتعلي بقى على نفسك. هو ايه، بتتنافسي مع نفسك بقى. صح. فبرافو عليكي ان انت ادركتي ده، لان انا بحس ان الستريس دون مش حاجه حلوه. وبعدين عارفه في وسط الحلم دايما بيحصل حاجه غريبه قوي، بننسى احنا بدأنا ليه. صح. او بننسى احنا، يعني مثلا انا لما بدأت اعمل كده كنت مستمتعه جدا بده، بس في وسط الاسترس وفي وسط الدوشه وفي وسط الجري، لان انا متاكده ان انت بتجري جري رهيب عشان تقدري تحققي كل دون وتسافري في البلاد دي كلها وتعملي كل ده. فانا امشور ان انت طول الوقت في الجري. ففي وسط الجري ده كله الواحد محتاج برضه يفكر نفسه اللي هو لا، انا بستمتع بده، بستمتع باللي بعمله، انا عملت ده عشان كده. ده اهم حاجه. انا ليتلي يعني انا بقالي يمكن الفتره اللي فاتت، يعني قولي مثلا من سنه فاتت، قعدت 4 سنين كنت بقى كنت لسه متجوزه وجبت بيبي، وبعد كده لعنة كانت بتكبر، وبعدين حملت تاني. فحصل كذا حاجه في حياتي كانت مخلياني مش عارفه اخد اللي هو ابتديت بقى انسى انا ابتديت ليه. وبعدين جيت بقى بعد ما حسيت انه عادل برضو كبر سنه شويه، اللي هو انا اقدر برضو اخد نفسي سنه مع انه في الشغل، لانه دلوقتي في 3 فول تايم جوبز. كلمينا عن الثلاثه او الاربعه دول. 4. ف لا قررت قريب جدا ولقيت بقى انها اختراع. لا لازم انا لو انا كويسه اللي حواليا هيكونوا كويسين. وهو ده اللي انا اكتشفته في اي بيت ناجح. انه لانه انا لما اكون كويسه اتليست اللي حواليا يكونوا كويسين معايا. لانه قولي لي قصدك ايه بكويسه؟ قصدك لا انا ابقى كويسه، قصدك كويسه يعني مش لازم الجري اللي انا قعدت كتير جدا بجري وبنام الساعه 4 الصبح وبصحى الساعه 6 الصبح وما بنامش وما بقدرش يوم الجمعه بتاع الاهالي ويوم السبت شغاله شغاله and then what I realized لا انا هشتغل، ولما اشتغل هبقى بعصر دماغي هديله كل ما عندي
بس احاول، وهي صعبه. يعني صعبه جدا. هتاخد اكسرسايز مع الوقت. وابتديت يعني حتى طلبت مساعده ورحت شفت مساعده ان انا ازاي اقدر ان انا اعمل اللي هو توازن. التوازن. التوازن مم. اللي هو زي ما انا بشتغل مم. جامد في البيت، لانه خلي بالك انت لما تبقى دماغك شغاله 24 ساعه في الشغل بترجعي غصب عنك دماغك مش، ما هي مش ما روبوت، بتقفش، لا هي مش مش هتدوسي مش زرار تقف. صح. ساعات وانا نايمه بقى شغاله، انا حاطه كراسه جنب سريري اللي هو اي حاجه، اي فكره. اي فكره ممكن تيجي، لانه الافكار دي برضو حاجه مهمه ان احنا نقدرها. فقعدت بقى، لا معلش بقى، قعدت مع كل اهلي وكده قلت لهم بصوا انا محتاجه، كنت اول مره اعملها السنه دي يعني تقريبا. طلبتي مساعده من اللي حواليكي ولا طلبتي مساعده متخصصه يعني من حد؟ متخصصه. برافو. يس. طب كلمينا عن دي شويه، عشان انا بحس ان دي محتاجه شجاعه. هي الصراحه يعني الواحد، يعني طبعا دلوقتي في العصر ده الموضوع بقى اسهل، لان الناس بقت ناس كتير بتتكلم في الحته دي، بس ستيل برضو ما زالت محتاجه شجاعه حتى مع نفسك، ان انت هتسيبي بقى الكنترول وكده، وهتديه لحد تاني شويه ان هو يساعدك. بصي الصراحه انا يعني كانت اللي موجهاني في الموضوع ده كانت امي. لانه لما الواحد بيتعرض لضغط في الشغل وبيبقى زي ما بتقولي بيجري 24 ساعه، وفي نفس الوقت بيحاول يبقى حياته مستمره، مع ان هو مش عارف يركز مع نفسه، لا لازم يتعلم، لازم يلاقي مساعده ويشوف ازاي. طيب انا الاقي، ابتديت بقى انظم، اشوف في فرق ما بين ايه اللي انا محتاجاه في حياتي وايه اللي انا عايزاه. وطب انا مثلا لقيت ان انا ساعات محتاجه حاجات هي بالنسبه لاي حد ممكن تبقى بسيطه جدا، زي وقت الكوافير. ايوه. زي وقت ان انا اروح اعمل ضوافري، عارفه الحاجات اللي هي محتاجه اخد بالي من نفسي، اللي هي البسيطه، اللي هو انا ما بفكرش وهسيب تليفوني وافكر بقى. عشان كده الصلاه، يعني انا بعد ما طبعا حصل دربكه اكيد غصب عني بعدت عن الصلاه شويه، لا بحاول ارجع تاني، لانه طلع هو اهم حاجه. يعني انا بقى لما بعد الخبره وبعد ما شفت يعني السنين عدت معايا شويه، لا ابتديت اكتشف لا هو ده بيخليكي اكنك بترتبي افكارك، بيهدي اليوم، ده حاجه اصلا صحيا لينا كويسه جدا. صح. ففي حاجات كتيره انا اكتشفتها بحاول بقى ارجع اعملها، كنت بعملها من زمان قبل ما اتضغط في شغلي وانا مش واخده بالي. لما اتضغطت لازم دلوقتي ارجع اجبر نفسي ان احط الحاجات دي عشان يومي يبقى تمام. وساعات بيجي لي الايام اني بتعب، بس بقول ايه قبل ما انام من الستريس، بقول ان شاء الله هنام اصحى هيبقى يوم جديد، واكشولي بيبقى يوم جديد. بيبقى طبعًا. يوم جديد، وبكره يبقى يوم احلى من الايام اللي قبله بكتير. فالحمد لله. دي بقى كمان قوه او التحكم شويه في الافكار، في العقل، في المخ، لانه انا بحس ان احنا الانسان دلوقتي في العصر ده عقله بقى يعني سحله. صح. عارفه ده حقيقه. فيعني فانت لازم تتحكمي في افكارك ميديا. وتقولي. طبعا السوشيال ميديا دي انا بحسها طبعا فيها جانب مفيد طبعا لو استخدمتيها أيوة صح. ولكن معظم الجوانب اللي فيها يعني مش مفيده، لان الناس ما عندهاش الوعي الكافي ان هي داخله. يعني عارفه قبل ما تخشي السوشيال ميديا لازم تكوني مبرمجه نفسك ان انت داخله عالم افتراضي. بالظبط. عالم مش حقيقي. بالظبط. على فكره مش كل حاجه هشوفها في السوشيال ميديا صح. حقيقيه. صح. ولازم تقولي لنفسك كده، يعني مش لازم تقوليها بصوت عالي، بس لازم تكوني فاهماها. عشان هي عامله زي التنويم المغناطيسي كده، تخشي تلاقي 3-4 ساعات راحوا كده وانت مش عارفه يروحوا فين. انا مره ثيرابيست قال لي حاجه يعني فادتني جدا في حياتي. قال لي اول ما تصحي من النوم اوعي تمسكي تليفونك. لانه انت اول ما بتصحي من النوم راسك بتبقى فريش. طبعا لسه ده اكتر افكارك وقت. طالعه ولسه بتفكري، ودماغك بتبتدي ترتب انا عايزه اعمل ايه النهارده، نفسي احقق ايه النهارده. وانت بتحسي ان نومك ناجح، يومك ناجح بالليل لما بتقولي انا خلصت الحاجات اللي انا عايزه اعملها. صح. حتى لو حاجات بسيطه باي ذا واي، بس اللي هو يبقى عندك بلان فور ذا داي، عندك خطه لليوم. فقال لي انت بقى لما بتيجي تفتحي السوشيال ميديا ده بتتلخبطي، وبالذات بقى الحاجات اللي هي زي فيسبوك وانستجرام اللي هو بتشوفي الفيد بتاعت الناس التانية. بتتلخبطي ما بين النيد بتاعك والنيد بتاع الناس، فممكن تنسي انا كنت عايزه اعمل ايه اصلا، وتتسحلي في حاجه زي ما انت بتقولي افتراضيه مش موجوده، او ممكن تبقى صوره متمثله، او ممكن تكون حاجه مش
يعني ما هو ده مش حقيقيه، مش او على حقيقية. الاقل مش حقيقيه بالنسبه لك. وبجد يعني الحركه مش دي مهم انا بالنسبه عملتها لك. بجد نقطه تحول في مم. حياتي. مم. بقيت اصحى من النوم ما امسكش ولا افتح ولا واتساب ولا انستجرام ولا اي حاجه فور ان اور. مم. بعد ما افطر واشرب الشاي والبس واستحمى واخلص كل حاجتي ورياضتي وكل حاجتي ابتدي امسك بقى التليفون. برافو. دي بقى بجد بقول لك لايف تشينجر فور مي. مم. لا طبعا انا متخيله جدا 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 الطقوس الصباحيه والمسائيه، الروتين الصباحي والمسائي بتاع البني ادم بيفرق جدا في حياته، بالذات لما يكون مشغول جدا. يعني عارفه في مثل كده انا سمعته مره عجبني جدا، بيقول لك لو انت ما عندكيش غير لو انت انسان فاضي اعمل تامل مديتيشن لمده 10 دقائق، لو انت انسان مشغول اعمل تامل او مديتيشن لمده ساعه. عجبتني جدا، عجبتني جدا لانها بتقول حاجه مهمه جدا. بتقول ان كل ما الانسان كان مشغول او وراه حاجات، كل ما لازم يفضي نفسه اكتر للحاجات المهمه بالنسبه له. صح. يا اما هيروح بقى في عوالم او هيتسحل في حتت يعني ما افتكرش ان هي حتى هتساعده في نجاحه. يعني سيبك من نفسه والكونكشن بتاعه زي ما انت قلتي مع ربنا او مع روحه، لكن حتى في نجاحه، حتى في الشغل اللي هو بيعمله. يعني انت لو بصيتي للبيوجرافي بتاعت السي اوز العالميين مثلا هتلاقي لا هم عندهم وقت لنفسهم، كلهم عندهم طبعا. وقت لنفسهم جدا. طبعا حتى لو محطوطه على الكالندر دي اهم حاجه بالظبط. عشان يقدر يخلق افكار اكتر، يقدر ينجح اكتر، يقدر يقف على رجليه اكتر، يقدر يثبت لنفسه. خصوصا لما بيكون عندك وقت لنفسك بتديك مساحه انك تو ثينك اوت اوف ذا بوكس. صح، تفكري خارج الصندوق او تفكري مختلف بطريقه مختلفه عن الاخرين. انت قلتي الحته بتاعت الكونكشن مع نفسك دي او مع يعني الصلاه والكونكشن، وانا مهتمه بيها جدا. ودي حته انا بشوفها ان هي ليها دعوه بالانا، ليها دعوه بالايجو شويه، لان الانا بتاعتنا عندها تندنسي يعني ان هي تروح في حته الانشغال وما تبقاش عايزه البني ادم يفضي نفسه يقعد بقى ايه كده هادي وسكينه وبتاع. لا 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 لا، امال فين الدراما بقى والحاجات الفظيعه دي؟ فاحكي لي عن الحاجات اللي انت بتعمليها عشان تبقي ان تاتش اكتر مع نفسك. اوكي، وازاي كمان بعد ما بيحصل لك انجاز كبير اوكي بتقدري يعني تبقي عندك قدر من التواضع، قدر ان انت الايجو او الانا ده يهدى شويه عشان تقدري كمان تبقي ناجحه. لان انا بشوف ان الحاجات دي بتخش شويه في طريق الفوكس بتاع البني ادم او التركيز بتاع البني ادم. بصي يعني انا مبدئيا في جمله انت قلتيها عجبتني قوي، اللي هو مهم قوي ان الواحد ما ينساش هو ابتدى شغل ليه او هو هنا ليه. فدي دايما انا بفكر نفسي بيها. انا الصراحه دايما حتى اللي بيخش في تمرازه بيحس بكده. انا قافله على نفسي في بوكس في حته انه انا مش شاغله نفسي ب anything that will make ان انا مثلا ممكن قصه مثلا فاشله مش عاوزه اعرفها. فاهمه قصدي؟ قصه انا عايزه اعرف قصص او عايزه اعرف حاجات مودلز اللي هي تقدر تخليني always ايه ماشيه لقدام. ماشيه لقدام. الحاجه بقى اللي مثلا على المستوى الشخصي اللي فادتني جدا في ان انا ان انا اكون مرتاحه او ان انا اكون تمام حدي. الرياضه. اوكي. الرياضه believe it or not انا بحس انها بتخرج لو انت حتى متضايقه من حاجه او عندك غضب او عندك whatever. يعني الرياضه أي طاقة مش لازم حلوة. مش اي طاقه مش حلوه فعلا. مش لازم تعملي رياضه عشان تكوني بتخسي. لا لا لا، انت ممكن تكوني بتعملي رياضه بجد علشان تطلعي اي طاقه سلبيه جواكي نفسك تخرجيها. صح. فانا وحصل لي ظرف كمان ان هو قبل ما اطلع ميلان فاشن ويك قلت انا هبتدي العب رياضه ونزلت ودخلت الجيم وبعدها بنص ساعه ريستي اتكسر. دايما كده ساعات اختبار. بقى بيحصل. بس انا بقى حاولت ان انا اشوف رياضه من نوع تاني لو مثلا اتليست وانا قاعده او اي حاجه بس ما تخليش حاجه تخليكي برضه تتحركي. يعني حتى التنفس يعني حتى في يوجا بريذنج بتعتمد على التنفس على التكنيك بتاع التنفس بالظبط. بتطلعي منها بجد تحسي ان انت جعانه اكنك اتمرنتي ساعتين. لا وفي هرمونات بتفرز بالرياضه وبتخليكي اسعد. فانا الرياضه دي بالنسبه لي بجد يعني احلى حاجه في الدنيا. بس يا رب اعرف ان انا التزم بيها.
يعني لا أنا ان شاء الله بحاول. تعرفي تلتزمي بيها على ادعيلي. طول. و... وانا مبسوطه ان احنا هنختم بموضوع الرياضه ده، لان الرياضه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وبالذات زي ما قلت لك الناس المشغولين أيوة. الستريس يعني دي بتفيدهم جدا. طبعا. فريده بجد مبسوطه قوي ان انت كنتي معايا النهارده، وأنا كمان. استمتعت جدا 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 بكلامنا. ثانك يو، ميرسي والله، شرف ليا. شكرا ليكم لمتابعتكم للبودكاست، وان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون معانا شخصيه جديده وحكايه جديده في عالم موازي.